مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة. يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تجارب لتصنيع العلف من النفايات المنزلية. تقديم جائزة دندن للطلاب المتفوقين في الإقليم الجنوبي. الصين والفلبين تتفقان على تطوير التعاون وحل الخلافات من خلال الحوار. تحذير أمريكي بريطاني من التجسس التجاري الصيني. وعشرات الحرائق تشتعل في اليونان خلال 24 ساعة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 4 مواطنين، 2 من ماي تمناي و1 من 4 أسمرة و1 من فعبد بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 2 من مرضى الكورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9815، شفي منهم 9695 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال يتلقى 17 من مرضى الوباء الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 7 من يوليو 2022. بدأت وزارة الزراعة بإطلاق مبادرات وتنظيم حملات توعية بالتعاون مع وزارتي الصحة والإعلام وإدارة الإقليم الأوسط لتصنيع العلف من النفايات المنزلية. وأفادت الوزارة بأن عملية إعداد السماد من النفايات المنزلية الذي بدأ في شهر فبراير 2022 في مساكن دنب سنبل وبعده في حي تسارات ووزارة الإعلام ومستشفى أوروتا المرجعي يحقق نتائج مرضية. وذكر مسؤول الصحة البيئية السيد إيوب هبت بكيل وخبير الغذاء الممرض محرة أب هايلي في مستشفى أوروتا المرجعي بأن تجربة إعداد السماد من فضلات الأغذية والحشائش في المستشفى بطريقة تزيل الرائحة الكريهة وتساهم إيجابا على البيئة كانت ناجحة. وناشدت وزارة الزراعة الجهات الحكومية المعنية والإدارات عامة والشعب خاصة للدفع بعملية إعداد العلف من النفايات المنزلية لأهميته الكبيرة. قدمت جائزة دندن ل 265 طالبا من مديريات الإقليم الجنوبي أعضاء الدفعة 34 للخدمة الوطنية، حصلوا على نقاط من 3 فما فوق في امتحانات الشهادة الوطنية لعام 2021 و2022. وذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد جرماي قبرو في مراسم تقديم الجائزة التي تمنح لأول مرة في 6 من يوليو في مدينة مندفرة بالتعاون بين الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ووزارة التعليم، بأن 92% من الطلاب كانوا قد حصلوا على جائزة عند ماسو التي تقدم للطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزق كيداني بأن جائزة دندن تدفع الطلاب للمزيد من النجاح، داعيا المعلمين للعمل المضاعف للدفع بالعملية التعليمية. وقال رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيد صالح مدين في ختام المناسبة أن جائزة دندن ومن خلال اسمها لها مضمون كبير، داعيا الطلاب باعتبارهم أول من يحصل على الجائزة إلى خلق مناخ صحي في الجامعة والعمل النشط لتقوية التنظيم. أفادت سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية صنعاء في العمل لحماية الأشجار والتشجير في المديرية. وأوضح مسؤول السلطة السيد يوهان زكرياس قرص حوالي 2,300,000 شجرة في السنوات العشر الماضية لإعادة الغطاء النباتي إلى سابق عهده، إلا أن 40% فقط قد نما من هذه الشتول، مما يستدعي بذل الجهود في عمليات المتابعة والرعاية. وأوصى الشعب من جهته لتعزيز الحراسة والرعاية لضمان نمو الأشجار التي تغرس سنويا بالحملة الخضراء، مؤشرين بالمناطق التي اهتمت كثيرا بنجاح التشجير. وأشار إلى إعداد 230,000 شتلة من الأشجار هذه السنة للتشجير في المديرية، حيث تم إعداد 13 نوعا من شتول الأشجار في مشتل مبالخة. نظم سكان تسنية حفل غداء في الأول من يوليو بالتعاون مع الإدارة والاتحاد الوطني للمرأة لأفراد قوات الدفاع المرابطين في محجر. وأوضح مدير مديرية تسنية سيسيوم جبريسوس في المناسبة أن البرنامج نظمه السكان للمرة الثانية للتعبير عن وقوفهم مع أبطال قوات الدفاع،
مشيدا بصفة خاصة بمساهمة المرأة في الحفل. وذكرت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في المديرية السيدة معازة محراي أن دعم وتشجيع قوات الدفاع يضمن الانتصار، ومن المفخر العمل بهذه الثقافة المترسخة في المرحلة الجديدة. وقال قائد قيادة حرس الحدود الشمالية الغربية العقيد يوناس بوتو أملاخ وقائد الفرقة العسكرية 65 المقدم جبر ميكائيل توعمزجي أن القيم الإريترية هي مصدر انتصارات الشعب والجيش، مشيدا بدعم وتشجيع سكان مديرية تسني لأفراد قوات الدفاع. وأعرب ممثل السكان عن ارتياحهم وفخرهم بقضاء يومهم مع أبطال قوات الدفاع، مؤكدين الوقوف إلى جانبهم وتقديم كل المتطلبات. هذا وكان سكان مديريتي تسني وقلوج قد نظموا حفلا مماثلا لأعضاء قوات الدفاع بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، التقى الرئيس الفلبيني فرديناند رومالديز ماركوس مع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينية الزائر وانغ يي، حيث اتفقا على تطوير التعاون الثنائي والتعامل مع قضية بحر الصين الجنوبي من خلال الحوار والاتصال. وقال الرئيس الفلبيني أن الصين هي أكبر شريك تجاري والشريك التنموي الأكثر أهمية للفلبين، موضحا بأن الجانبين أطلقا تعاونا مثمرا في جميع المجالات. واستطرد ماركوس أن بلاده تعتزم إجراء اتصال صريح من الجانب الصيني لإيجاد حل ودي لقضية بحر الصين الجنوبي، وهو طريق التعامل الصحيح بين البلدين. من جهته قال وزير الخارجية الصيني أن العلاقات الصينية الفلبينية في نقطة بداية جديدة، وأن الصين على أهبة الاستعداد للعمل مع الجانب الفلبيني على الحفاظ على الاتجاه العام المتسم بالصداقة والتعاون بين البلدين. حذر مدير الشرطة الفيدرالية الأمريكية FBI وجهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية MI5 من تزايد أنشطة التجسس التجاري الصيني في الغرب، وذلك خلال مؤتمر علني نادرا ما يشهد مثيلا له في مقر الاستخبارات البريطانية في لندن. وأمام جمع من المسؤولين ورجال الأعمال، قال كين ماكالوم المدير العام لجهاز MI5 وكريس راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي أن خطر الجواسيس الصينيين يتزايد. ولفت ماكالوم إلى أن الاستخبارات الداخلية البريطانية وسعت كثيرا نطاق عملياتها المتعلقة بمكافحة أنشطة التجسس الصينية. وقال مالكوم أن عدد التحقيقات التي يجريها اليوم هو 7 أضعاف ما كان عليه في العام 2018. هذا وقالت متحدثة باسم السفارة الصينية في المملكة المتحدة أن الصين حثت البلدين على الحصول على فهم واضح للاتجاه السائد في ذلك الوقت، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة التي عفى عليها الزمن منذ فترة طويلة، والتوقف عن نشر التهديد الصيني، والتوقف عن خلق المواجهة والصراعات. قالت أجهزة الدفاع المدني في اليونان أن 52 حريق غابات اندلع أججتها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة. وقالت خدمة الإطفاء أن حريق غابات مشتعل بشكل لا يمكن السيطرة عليه عبر 3 جبهات بالقرب من بلدة أنفيسا في بلدية دلفي في وسط البلاد تمت السيطرة عليه جزئيا. واشتعلت النيران بفعل رياح قوية في أماكن أخرى من البلاد، حيث شقت النار طريقها عبر بساتين الزيتون باتجاه دير بروفيتس إلياس، وكذلك باتجاه بلدة إيتا الساحلية. في الخبر الأخير، بعد فراره لمدة 28 عاما تسلمت إيطاليا أخيرا مواطنيها روكو مورابيتو، وهو واحد من أخطر رجال المافيا المطلوبين عالميا. فقد سلمت البرازيل مورابيتو تاجر المخدرات الذي ينتمي إلى مافيا نادرانجيتا بمنطقة كالابريا الإيطالية إلى بلده الأم بعد توقيفه العام الماضي، حسب ما أعلنت عنه الشرطة الدولية الانتربول والسلطات الإيطالية. ولفتت منظمة الانتربول التي تتخذ مقرا لها في مدينة ليون الفرنسية في بيان إلى أن مورابيتو الملاحق بموجب نشرة حمراء صادرة كان من أخطر المطلوبين في العالم. وقال جوفاني بومبارديري كبير المدعين العامين في النيابة العامة المتخصصة في مكافحة المافيا في منطقة كالابريا في البيان أن تسليم مورابيتو يبعث برسالة قوية مفادها أنه مهما بلغت قوة الشبكة الإجرامية لمجموعات المافيا فإن شبكة الشرطة العالمية لدينا أقوى. ووصل إلى مطار تشامبينو في روما بمواكبة عناصر من الأمن الإيطالي. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
أصابت 4 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تجارب لتصنيع العلف من النفايات المنزلية. تقديم جائزة دندن للطلاب المتفوقين في الإقليم الجنوبي. الصين والفلبين تتفقان على تطوير التعاون وحل الخلافات من خلال الحوار. تحذير أمريكي بريطاني من التجسس التجاري الصيني. وعشرات الحرائق تشتعل في اليونان خلال 24 ساعة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.